وانقلاب ميداني وشيك. يا إخوتي الكرام، أكدت لنا المصادر بما لا يدع مجال للشك الاستخبارات العسكرية تقدم كبير في مسار تفاهمات جارية مع أحد القادات البارزين في ولاية غرب كردفان، في خطوة يتوقع أن تسفر عن تطورات عسكرية وسياسية مهمة خلال الفترة المقبلة. وأكدت لنا المعلومات أن هذه التفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة وسط مؤشرات قوية على إمكانية إعلان القائد المعني استسلامه وانضمامه إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، مما يعكس بشكل مباشر يا إخوة الكرام موازين القوة في المنطقة. القائد قائد كبير وحيكون له ما بعده يا إخوة الكرام. لن يفوق الجنجويد من ضبة والاستسلامات المتتالية إلا وستنزل عليهم ستخرس ألسنتهم جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. الخطوة الجاية دي لو الليلة اللي حاسرد لكم في اللايف ده بإذن الله. اللايف تعبان، شير والتكبيس يا إخوتي الكرام، لايفكم تعبان ينائس. نعم، التصعيد يتواصل الليلة، تصعيد داخلي للميليشيا، تم تجريد السافنة وتعيين قائد بديل. يا إخوتي الكرام، الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل ما عنده أي علاقة لا بتكتيك ولا عنده أي علاقة بالشغل الشغل السياسي. طاحون يا إخوتي الكرام الليلة يضع جميع قادة المجموعة 296 اللي بيقود السافنة في المعتقلات. لكم أن تتخيلوا، وده فتح الباب أمام الأشاوسة اللي حوريكم من فيديوهاتهم اللي قاعدين الآن في عملية بتاعت شتايم، اللي يشتم في المحاميد من جهة، واللي يشتم في عبد الرحيم دقلوا من جهة، واللي ينعل في الدعم السريع من جهة، واللي انهار من جهة، واللي قال لا داير هنا ولا داير هنا. كله بسبب هذه السياسات من ذلك العبقري الرجل الأول أو الثاني في الدولة عبد الرحيم طاحونة، وقبله أخوه المرحوم. هذا ما يحدث للميليشيا يا إخوتي الكرام. الليلة يزيد الآلاف هذه الميليشيا المنهارة في عملية نوعية. العقيد خلا، الشفشافي أحمد حريبات، وما أدراكم ما أحمد حريبات، سيارات من ملاحقة تحركات الجنجويد في تلك المناطق بقيادة العجوز الخرف المعرج أحمد حريبات، اللي تم طرده قبل كده من جبال كونغر وغرب برسليبة وأبو سروج وتشتتت قواته، وأصبح عبارة عن شفشافي الطرقات بيقظة جهاز استخبارات القوات المسلحة السودانية. تم تحديد هذا المرتزق الليلة أحمد حريبات، وهو من ضمن الهويات زيه زي أبو لولو يا إخوة الكرام، واللي كان بيمثل تهديد لأمن المنطقة وزعزعة استقرارها. لم يخرج هو ولا المعاوية يا إخوة الكرام، واللي قاعدة كل يوم تبهرنا بالشغل الكبير والدقيق والضرب يا إخوة الكرام. كان ده الليلة أخبار الموجودة في الميدان، وأنا قاعد داير أقول لكم إنه الليلة اللي قاعدة تحدث في جبرة الشيخ وفي مناطق أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى حتعيد لنا البسمة والضحكة في لايفاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتفتح الباب أمام انبشاك كبير يا إخوتي الكرام وفتوحات كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الميليشيا تنهار والعطاء، أنا متأكد أنه لن يفوت هذه الفرصة، وسينقض عليكم بحيث لا تعلمون ولا تدرون بإذن الله سبحانه وتعالى. نصر من الله وفتح قريب. ساداتي سادتي، حانت الآن نشرة الساعة 9 بتوقيت كعوك جنجويد، اللي حنبداهم الليلة بحريبات ومعاه الغادات اللي انجغموا يا إخوتي الكرام، ومعاه نبان شعيرات اللي بيشبهوا البنات. شير تكبيس لأنه الشغل الليلة دسيس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بأولى الغادات يا اخوتي الكرام، ونبدا بعمكم حريبات. نعم يا اخوتي الكرام، هذا العجوز الخرف، هذا الرجل كان ابو لولو نمرة 2. نعم،
ده يا إخوة الكرام العقيد خال الشفشافي أحمد حريبات اللي تم جغمه